انا عملت اللي عليا، انت ما عملتش اللي عليك. في اي مجال انت بتحاول تتعلمه وبتحاول تخشه وبتحاول تعرف عليه بشكل جديد. الحاجه المهمه ان انا عايز اقولها لك، يعني الفكره كلها ايه؟ انت مثلا المجال ده شدك تمام كده، فابتديت تحاول تطبق حاجه او كده او تعمل شغل لنفسك وكده. ابتديت واحده واحده انك العناوين بقى فاهم في اليوتيوب، ابتديت ان انت ايه، لا تسيرش على حاجه جوه المجال دوت، سمعتها شدتك كده. مثلا ماركت بيزكس، مش عارف ايه، فيديو اديتنج بيزكس، بروجرامينج بيزكس، ابتديت تشدك، ابتديت شفت سمعت مصطلحات ممكن تبقى هيروغليفيه، بس انت بعدين مع الوقت مسكت المصطلحات دي واحده واحده وكتبتها في ورقه وقعدت تكتبها على محرك البحث السيرش مثلا بتاع يوتيوب او ايا كان، وابتديت انك تسيرش عليها وتقرا عنها وتعرف اكتر عن المجال. فمش لازم تبقى خريج الجامعه اللي هو الجامد الفظيع، لا الموضوع مش كده. بس الموضوع انك ايه، محتاج بس تشتغل على نفسك وتراجع اللي انت بتتعلمه وتطبقه اكتر، وتحاول كمان تدور على عملاء. طيب انت يعني ايه بقى تدور على عملاء؟ انت بقى عندك مهاره، حسيت انك بقى عندك فاليو، تنزل بقى، تنزل من البيت. لازم تنزل من البيت وتكلم الشركه دي والشركه دي والشركه دي، انا بقدم كذا 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 وبعمل كذا كذا كذا، وتحاول وتسعى، وبابي تقفل في وشك مره واثنين وثلاثه، وتحاول مره واثنين وثلاثه. فده يا جماعه كان موضوع حلقتنا النهارده، واتمنى تكون مفيده وخفيفه على قلوبكم، ومع السلامه.